اللي انت شايفها قدامك دي لوحة ذا انجوتش مان او الرجل المعذب. دي لوحة كده اتشهرت على الانترنت في 2010، وقال لك اللي رسمها ما رسمهاش بألوان، رسمها بالدم. بس هل فعلا هي لوحة ملعونة، ولا ده بس كلام على الفاضي عشان الناس خايفة وبتحب الترند وخلاص؟ هقول لك بس اتقل شوية. البطاطس اللي قدامك ده بوستر فيلم Color Me Blood Red، والفيلم ده تم إنتاجه سنة 1965. الفيلم فكرته دموية لأقصى حد. الفنان آدم سورديتش في الفيلم ده جات له فكرة دموية بقى، هي إنه يفضل يقتل في الناس يقتل في الناس. وده ليه؟ عشان ياخد الدم بتاعهم. قال إيه؟ عشان هو كان بيحب الرسم، وكان في لون معين كده مش عارف يجيب الدرجة بتاعته، بس كان بيوصل له بالدم. وفضل فعلا يرسم لوحات كتير وهو خالط الدم بالألوان، ويرسم جرافيتي على الحيطان. وده طبعا خلى اللوحات بتاعه تعيش اكتر واكتر، لان الدم مش بيتمسح بسهوله. واللي شاف الجزء الثالث من مسلسل دار ديفل، بالذات الحلقه الرابعه، في شخصيه شريره ظهرت اسمها ميوز. وده بيعمل نفس اللي بيعمله الفنان صاحبنا ادم سوردج، بيخلط الدم مع الالوان ويفضل يرسم جرافيتي على الحيطه، ومفيش حد قادر يمسحه. وكانت معركه كبيره، انصحك تشوفه. نرجع بقى للوحه اللي اتكلمنا فيها في الاول. اللوحه دي صاحبها مجهول لحد يومنا هذا، بس مالكها دلوقتي هو جون روبنسون، وهو راجل انجليزي ورث اللوحه من جدته. ودايما زي ما جدته كانت بتقعد تحكي له ان الفنان صاحب اللوحه دي مجهول، كان خلط دمه بالالوان عشان يرسم اللوحه دي. وقالت له ان صاحب اللوحه دي بعد ما رسمها مات منتحر بعديها بشهور قليله. ونيجي ل 2010 هنلاقي روبنسون عامل شانل على اليوتيوب ورفع عليها فيديوهات بيتكلم عن اللوحه دي، وان هي فعلا مسكونه، وانه بيسمع حاجات غريبه، وكان بيشارك رايه مع الناس. اللوحه تحسها اصلا مرسومه باسلوب غريب، عباره عن راس بني ادم مشوه، صراخ صامت، خلفية غامقة، تحس إن اللوحة فيها وجع. أول حد اشترى اللوحة دي كانت واحدة من بريطانيا، اشتريتها، ومن ساعة ما اشتريتها كانت كل يوم بتقول إن أنا الساعة 3 الفجر بالتحديد بسمع نفس في الأوضة معايا وأنا نايمة. ومرة واحدة في يوم تاني جوزها يقع من على السلم بدون سبب وعمل حادثة ورجله اتكسرت. ولو رحنا لابنها هنلاقيه كان بيتعالج نفسيا في مستشفى بسبب إن كان بيقول وهو بيتقلب في السرير ونايم بالليل بيشوف وش قدامه وهو بيتقلب على السرير. حتى صاحب اللوحة الحالي روبنسون قرر بقى عشان يتأكد ويعرف الكلام ده صح ولا غلط بجد، ولا هي لعنة ولا دي اشتغالات وتهيؤات، قرر يحط اللوحة دي في مكان ويثبت الكاميرا عليها ويصورها طول الليل. بس أغرب حاجة جه قالك إن في الفيديو كان في خيالات ناس كتير بتعدي، بس مع إن الأوضة كانت فاضية. اللوحة دلوقتي مكانها متشالة في قبة متغلفة بثلاث طبقات، وروبنسون صاحبها الحالي قال إن هو ولا هيحرقها ولا هيبيعها ولا حتى هيحركها من مكانها. ولو جينا هنا في 2016 أعلن عن نية إنتاج فيلم بقصة اللوحة دي، وهيسموه على اسمها ذا انجوتش مان، من تأليف وإخراج تيركس. وفعلا روبنسون كان هيشارك في إنتاج الفيلم ده، والكلام ده كان من 2016. والقصة كانت مستوحاة من الكلام اللي بيقوله روبنسون، قصة راجل في إنجلترا ورث اللوحة الغريبة دي، ومن هنا تبدأ الإثارة واللحظات الحلوة إيه في الفيلم الرعب. والغريبة إن الفيلم من 2016 لحد دلوقتي لا يزال في مرحلة الإنتاج، حتى ما نزلوش كواليس، ما نزلوش صورة من مونتير، ما نزلوش صورة من دوبلير. بس السؤال هنا فعلا، هل في حاجة اسمها إن في لوحة مسكونة؟ ولو أنت جالك فرصة تشتريها يا ترى هتعمل إيه؟ في الآخر ما تنساش اللايك، سبسكرايب، سلام.